نبدأ من دوري الأبطال وحروب البرشا والريال، وآخر المباريات التي شهدت على عودة بلال، حيث هناك وعلى مسرح الكامب نو فض الاشتباك الأخير وبغياب لافت للرجل المثير الذي فضل إدارة المعركة من الفندق، ولتنتهي المواجهة الرابعة خلال 20 يوما بالتعادل الإيجابي، والتي على أثرها جاء النبأ اليقين من برج المراقبة في ويمبلي بأن طائرة ذات اللونين الأحمر والأزرق يقودها مغامر يدعى بيبي غوارديولا سيسمح لها بالهبوط بعد أيام على مسرح الأحلام، بينما عاد القطار الذي قاده المدرب المثير خوسيه مورينو أدراجه خالي الوفاض إلى العاصمة المدريدية، ولتتوقف رحلة الملوك في البحث عن اللقب العاشر عند أسوار كاتالونيا. نعم محمد، اللقب العاشر للميرينجي سيؤجل البحث عنه إلى المواسم القادمة، وعلى أمل أن لا يتكرر ما حدث من سوء تحكيم هذا الموسم ساعد برشلونة وظلم أبناء مدريد، فبعد مسلسل البطاقات الحمراء ألغيت الأهداف بداعي الأخطاء، ولتأتي الإعادة وتؤكد بأن هدف الأرجنتيني هيغوين كان شرعيا 100%. بينما على المقلب الآخر دخل شالك إلى الأولد ترافورد بعزيمة الألمان متفائلا بمقولة المستحيل ليس ألماني. نعم هو كذلك، ولكن ليس أمام أراد ديفلز، ليس أمام عبقرية ودهاء السير أليكس فيرغسون صاحب 70 عام والذي قضى نصفها تقريبا على دكة احتياط فريق اليونايتد، فكان الانتصار منطقي والتأهل لآخر الأدوار في بطولة الكبار، حيث سيقام الحفل قريبا وبحضور الحسناء الشقراء تلك الكأس ذات الأذنين والتي في جعبة اليونايتد منها 3 وكذلك برشلونة. فلمن ستبتسم في ليلة ويمبلي عروس أوروبا؟ فهل ستختار الزواج من مدينة مانشستر لتبقى في الديار الإنجليزية، أم بأنها ستختار موهبة ميسي وتزف إلى المقاطعة الكتالونية؟ كل ذلك سنعرف الجواب عنه بعد أيام في نهائي عرس ويمبلي ونهائي الأحلام. نعم سامي، ومن بطولة الكبار إلى كبرى البطولات والملاعب الألمانية، حيث عاد اللقب إلى دورتموند ليتوج الأسود للمرة السابعة ملوكا على عرش البوندسليغا، وإلى الجارة إيطاليا والتي على ما يبدو أن السكوديتو قررت البقاء في مدينة ميلانو، لكنها ستنتقل من خزائن الغريم والعدو اللدود الإنتر لتحط رحال في ديار روسونيري. وبينما تشتعل الإثارة في بلاد الإنجليز مجددا بعد هزيمة مان يونايتد من أرسنال، ومثلها كذلك يمضي الدوري الفرنسي، وفي إسبانيا ستختار كأس البطولة على ما يبدو تجديد الإقامة لسنة جديدة في قلعة برشلونة وفي أحضان الكاتالان.